لكم طريقة عمل الكشري المصري. أنا مسوية كلش كمية قليلة، لأن أنا هاي أول مرة بحياتي داي أسويها. البارحة بنتي شافتها باليوتيوب وعجبها فقالت لي ماما سوي لي. هي شنو هي المواد؟ نص كوب عدس قهوائي هاي سالقته أني، وشعرية 3 كوب، شمن 2 كوب، وبصل للقلي حطيت بصلتين صغار قصقصتها شرائح، وحطيت عليها 3 ملاعق طعام طحين وملعقتين طعام نشا، وخلطتها وقليتها. هذه الحمص 3 كوب حطيت، والهاي السباجيتي المعكرونية حطيت 3 كوب، والسباجيتي هاي الكمية قليلة كلش، راح اكسرها نصين. هاي النوع العريضة عندي. طماطة مالت الصلصة حطيت طماطة وحدين، يعني في الأخضر شوية كمية قليلة حتى للصلصة تصير نكهة بيها. شوفوا حبايب، في الأخضر للنكهة قليل، راح أخلطها بالخلاطة هسه هذا. وهذه الثوم، راس ثوم أني برشته وحطيت عليه زيت الزيتون حتى استعمله للدقة وللصلصة والأمور الأخرى، أراويكم بعدين. هسه هذه لقيتها أنا، هاي المعكرونية مثل ما قلت لكم السباجيتي، وراويتكم الكمية. المعكرونية 3 كوب، والسباجيتي هاي نوع عريض أنا عندي، كمية كلش قليلة. وهسه هاي أخلطها حبايبي، وهسه راح أحط هاي الشعرية هسه حمصها 3 كوب راح أحطها حبايبي. يعني اعتذار من اخواننا المصريين، اني راح احط شوي اضافات بطريقة طبخ التمن. يعني لازم انا شوية يعجبني، يعني انا شوية تحويرات، حطيت شوي تحويرات بعد، ما ادري انا هاي طريقة يعني اشوف حلوة اسوي نكهة. احمس اول مرة سويت الشعرية حمصتها وطلعتها وحطيت هسه خليت دهن موجود الدهن، وهاي راح احمصها نص راس بصل صغير قبل لا احط التمن والعدس الاسمر. هاي يسوي نكهه بالتمن. حبايبي حمست البصل، هسه اخلي التمن وبعدين احط العدس واحمسهم واحط عليهم ماي، واحط الشعريه ايضا. هسه البصل صار، هسه اخلي الشعريه عليه، وبعدين اخلي العدس، وبعدين اخلي التمن وشوي اقلبه، كمون وفلفل اسود عليه، واحط الماي واسده حتى يتهدر، حتى اقوم اسوي الصلصه. هسه انا جاي احضر نص كوب صلصه طماطه، ملعقه كوب متروسه معجون طماطه، وملعقه كوب متروسه ثوم مهروس. وبعدين حبايبي شوفوا هذه حطيت التمن وحطيت العدس وحطيت الشعريه، وراح ملعقة استكان حلبة خضراء يابسة وروكة. هذه يسوي نكهة، بدل ما نحط ورق الدجاج ماجي، هذه يسوي الحلبة الخضراء اليابسة المطحونة، طحنتها بإيدي هيك فركتها يابسة وحطيتها، وهسه أحركها وبعدين أحط عليه ماي وخليه يتهدر حتى نسوي الصلصة ونسوي الدقة. بايبي حطيت ملعقة كوب ملح. بايبي حطيت نص ملعقة كوب كزبرة يابسة وربع ملعقة كوب كمون، وهسه اصب الماي. بايبي خليت ماي بس يغطي، لان التمن اللي بيه شعرية ما نحط هواية ماي لان يعجن. هسه نغطيه ونهدره ونبدي نسوي الصلصة مالت الكشري. حبايبي هاي خليت انا ملعقة كوب ثوم، ونص ملعقة شاي كمون، ونص ملعقة شاي كزبرة نحمسهم. وبعدين حبايبي هاي الصلصة جهزت بس تسخن مثل ما قلنا. حطيت ثوم وحطيت المعجون الطماطة، وحطيت الصلصة مالت الطماطة اللي طماطاية متوسطة خلطتها بالخلاط، وحطيت مع صلصة الطماطة هذه السائلة اللي تتذكرون اني صلصة خاصة، هي علبة من إذا ترجعون للفيديو القديم مالت القيمة، هي علبة بيها طماطة، صلصة الطماطة خالطيها وحاطيها معلبيها. فهسه أتركها تتهدى شطة. صاص فلفل حار بس قليل راح أحط من هاي الفلفل، هاي السائل، الفلفل الحار السائل دقوس نسميه بالعراق. حطيت ملعقة استكان،
وهسه هاي حطيت فلفل، حبوب الفلفل الحار المطحونة، حطيت ملعقة استكان ايضا. وهسه اخلطها ونحط من الصلصة ونحط من الدقة عليها وراويكم. بهاي الدقة حطيت منها 3 ملاعق طعام، وراح احط 3 كوب من الصلصة عليه. الدقة وهاي الفلفل الحار وهذه الصلصة فرغت. عزيزاتي هذه خلص الكشري وصبيته بالماعون، وهاي زلاطة وطرشي. وآسفة من إخواننا المصريين يعني حطيت شوي إضافات على أكلتهم، هي هاي أكلة يعني مشهورة، فأنا آسفة خليت شوي فلفل أخضر ويا الصلصة ماء الحمراء، وخليت بصل ويا التمن من طبخته. وشكرا حبايبي ومع السلامة.